كتير مرات بتسمعوا انه انا عامله دايت بدي وجبه حره او بدي يوم فري، واليوم فري رح يساعدني انه انزل وزن اكثر او اكثر ثبات الوزن. هل صحيح احنا بحاجه لليوم الحر والوجبه الحره بالرجيم؟ شو مبدأ الوجبه الحره وهل هي ضروريه؟ اذا ضروريه شو مكوناتها؟ وكيف بنقدر نعالج ثبات الوزن عن طريق الوجبة الحرة؟ هذا رح نناقشه من الناحية العلمية. اليوم رح أحكي لكم بالضبط هل صحيح إحنا بنحتاج لوجبة حرة؟ وإذا صحيح بحاجة لأيام حرة شو يعني؟ شو مكوناتها من نشويات وبروتين ودهون؟ وكمان مدة اليوم الحر، هل هو يوم؟ هل هو وجبة؟ هل هو أسابيع؟ وشو بنستفيد إذا بناخد وجبات حرة؟ وكمان شو أساسياتها؟ كل هذا رح أناقشه بفيديو اليوم لكل حدا بيعمل دايت وعارف يعرف كل التفاصيل والأسرار ومكونات الوجبات والأيام الحرة. لازم تتابعوني اليوم لآخر الفيديو، ويلا نبدأ بحلقة اليوم. عادة لما نتبع حمية لفترة كتير طويلة ولما يصير في عنا تقليل بالسعرات الحرارية، ممكن توصل ل 1200 مرات 1000 سعرة حرارية، كلنا منلاحظ بعد فترة أشهر من الرجيم بيصير في عنا ثبات في الوزن. ليه بيصير في عنا ثبات في الوزن؟ بيصير ثبات الوزن لأنه الجسم عنده قدرة إنه يقلل من الريستنج ميتابوليك ريت. إيش يعني ريستنج ميتابوليك ريت؟ كمية الطاقة اللي بيحرقها الجسم من غير ما نعمل أي مجهود. حتى كمان بيصير يقلل من الطاقة اللي بيستخدمها لأنه يعمل النشاطات المختلفة من مشي وحركة، وهذا إشي كتير طبيعي بعد رحلة نزول الوزن، خاصة إذا كانت قليلة بالسعرات الحرارية. بيصير في عنا خلل بالتوازن الهرموني زي انخفاض هرمون الليبتين. شو يعني؟ لما أعمل دايت لفترة كتير طويلة في عنا هرمون اللي بيؤدي للشبع بنسميه هرمون الليبتين، بيصير ينخفض هرمون الليبتين، الجسم بيصير في عنا يتعود على السعرات الحرارية ويصير يقاوم نزول الوزن، بتزيد الشهية وبصير الجسم يزيد شوي من كميات الأكل تدريجيا، فبالتالي بصير في عنا خلل بالتوازن الهرموني وبيبطل الواحد يخسر وزن. فهون في عنا ضرورة لناخد إشي بنسميه دايت بريك. اللي هي بالضبط مش وجبة حرة. الوجبة الحرة اللي بيعملوها معظم الأشخاص بتعبوا من الرجيم، وأكيد بيصير في عنا إجهاد نفسي وسترس كتير كبير إنه أنا عم بعمل دايت وما عم بنحف. وأنا بشعر معكم وبعرف، وهذا كتير موجود بشوفه بالعيادات، إني أنا بقعد أشهر ملتزمة بالدايت وبالرياضة وما عم بينزل وزني. مع إنه مرات الالتزام إحنا عنا مشكلة إنه المرضى أو المراجعين بعيادات التغذية مرات ما بيكونوا مدركين لكميات الأكل الصغير اللي بياكلوها اللي بتأدي لثبات الوزن. نقريش من هون ومن هون، ما بيعرفوا يعدوا سعراتهم مزبوط، وهاي حتى موجودة بالدراسات. مع الوقت الشخص بيصير يزيد الكالوري انتيك تاعته من غير ما يحس، يعني يمكن ما بياكل وجبات بس بنقرش كتير. فهاي بدنا ننتبه لإلها، أو بياكل من أشياء صحية ولكن بكميات أكبر. فبالتالي احنا بنحتاج بنسميه دايت بريك عشان نحسن من النظام الغذائي على المدى البعيد، ونحسن من التوازن الهرموني والخلل الهرموني، ونقلل من الإرهاق النفسي والجسدي اللي بيصير. هلا الناس لما يتعبوا بياخدوا وجبة حرة أو يوم حر، للأسف أنا شفتها كتير بتكون كميات كبيرة من الأكل، مرات أكل عالي جدا بالدهون، حلويات على سكر، يعني زي كأنه اللي كانوا فيه عبارة عن تعذيب وهلا عم بيستمتعوا. وهون ما بنكسر إحنا ثبات الوزن. كتير في ناس بيلاحظوا إنه ما بيقدروا يرجعوا للنظام الغذائي اللي كانوا عاملينه، وبيبدأ زيادة الوزن تدريجيا وكل التعب اللي عملوه ضاع. ولكن في مصطلح علمي احنا بنسميه intermittent، يعني زي صيام كالوري او انرجي ريستريكشن، او بسموه دايت بريك او الدايت ريفيد، هيك اسمه بالمصطلح العلمي وفي عليه ابحاث علميه. هذا بيفيد مين؟ بيفيد الاشخاص اللي عاملين فترات طويله من الحمية وما عم بيصير عندهم نزول بالوزن، صار عندهم إجهاد جسدي ونفسي، ستريس كتير كبير من الدايت اللي ما عم بيقدر ينزل وزنهم وملتزمين وما عم بينزل، صار عندهم خلل بالتوازن الهرموني، أو رياضيين كمان وبيعملوا مجهود بدني وبرضه مش قادرين يلتزموا بالحمية. فبنعمل إشي بنسميه intermittent calorie restriction أو diet break. مدة هذا الدايت بريك بتكون من يوم ل3 أيام، عادة 3 أيام بالأسبوع، وممكن نعمله فترة أسبوع أسبوعين. شو بنعمل بهذا الدايت بريك؟ بنرفع السعرات
مثلا إذا شخص احتياجاته 2000 سعرة حرارية وعم بيعمل حمية وصل له أشهر ماشي على 1200 سعرة حرارية وبالضبط حاسبهم بطل ينزل الوزن، مع إنه مرات بصير، قلت لكم في ناس شوي بيزيدوا الكالوريز تاعتهم. نفرض إنه ملتزم وعم بيعمل رياضة، صار عنده الويت بلاتو أو ثبات الوزن، نرفع السعرات لنعطيه الاحتياجات. أوكي، يعني احتياجاته 2000، بالدايت بريك اللي كانت 3 أيام أو لأسبوع أو أسبوعين بعطيه ال 2000 نفس ما هم، ولكن ال 2000 لازم تكون مكوناتها مختلفة. كيف يعني مختلفة؟ أول إشي بنتأكد إنه ال 2000 سعرة حرارية مثلا، طبعا أنا عم بعطي مثال، ممكن كل شخص احتياجاته مختلفة، نعطي كمية كافية من البروتين عشان نحافظ على الكتلة العضلية. يعني ممكن نحسبها من 1 جرام حتى 2 جرام إذا كان رياضي لكل كيلو جرام من وزن الشخص. بنحسب كميات البروتين، نتأكد إنه عم بياكل كفاية بروتين، هاي أول خطوة. تاني إشي كمية النشويات عادة بتكون معتدلة لا مرتفعة شوي، يعني ممكن نوصلها من 40 ل 50% من مجموع السعرات الحرارية اليومية، بس نشويات من مصادر صحية، يعني ما يكون كلها سكر، ما يكون أكل مصنع، مش زي بالوجبات الحرة. ثالث نقطة كتير أساسية، قليلة بالدهون، لأنه أنا ما بدي أرفع نشويات وأعطي بروتين كفاية ويصير في عنا تخزين للدهون بالجسم. أنا بدي أحسن من معدل الأيض، بدي أعمل توازن للهرمونات، هرمون الغدة الدرقية، لأنه عادة هرمونات الغدة الدرقية مع استمرار الحمية ممكن تتأثر. بدي أضبط هرمونات الجوع والشبع، بدي أحسن من التوازن الهرموني بالجسم، أكسر ثبات الوزن. فبالتالي أنا ما بدي يصير في عندي زيادة في الوزن، أنا بدي أريح الجسم نفسيا وجسديا. فأنا الشخص بدل ما هو متعود 3 معالق رز بيقدر ياكل كوب رز، بيقدر ياكل رغيف خبز اسمر او شوفان او شعير او شيء صحي مع بروتين وخضار، بس بدي اخفف من الدهون، ما لازم يكون في دهون كبيره. بعمل هاي الحميه ممكن 3 أيام بالأسبوع، ممكن أسبوع، مدة أسبوع أسبوعين. برجع الجلايكوجين للعضلات، بزيد الطاقة بالجسم، الشخص برتاح نفسيا وجسديا لأنه بكون في كمية أكل. بعدها برجع للدايت، وهاي في كتير دراسات عليها إذا طبقت بالطريقة الصح. يعني ما باخد وجبة حرة بضلني آكل برجر وحلو وكنافة وكميات كبيرة من الدهون، ما استفدنا إشي، رفعت الكالوريز ورفعت الدهون وخربت الدايت، وهاتوا أرجع مرة تانية. فهذا المقصود بالدايت بريك. وحكينا بالنسبة للمدة وشو الفوائد اللي المطلوبة. وبدي أركز إنه كمان لما يصير عندنا هيك مشاكل كتير مهم أضلني أستمر بالرياضة، وأدخل نوعين من الرياضة، الإيروبيك زي هرولة، مشي، سباحة، وتمارين الإطالة وتقوية العضلات. التنين مع بعض بيعطينا نتائج رائعة جدا بكسر ثبات الوزن والتغلب عليه. فعشان هيك لما نحكي وجبة حرة انتبهوا، لما بدي أحكي يوم حر للأسف يوم فري نفسيا بنتجهز إني أنا أكل أكتر الأكل. أنا ما بحكي نحرم حالنا، في خيارات كتير صحية، حتى لو الأكل فيه نسبة سكر بقدر أكل بكمية مسموحة. إذا أنا عم باكل وجباتي صح ما بتشهون الحلو بكميات كتير كبيرة، كتير مهم أعملها بطريقة مدروسة لأقدر أتغلب على ثبات الوزن. فإذا حدا بقولكم عن الوجبة الحرة، هو اسمه دايت بريك، intermittent calorie restriction أو دايت ريفيد، هيك الكونسبت تاعه العلمي. وبهاي الطريقة بتقدروا تتغلبوا على مشكلة ثبات الوزن من الطرق اللي احنا بنستخدمها. إذا بدكم حمية صحية بهذا الموضوع أكيد تقدروا تتواصلوا معي عن طريق موقع الإلكتروني www.rubadiet.com. إذا حابين توصلكم فيديوهاتي أول بأول تقدروا تفعلوا الجرس وعشان أول ما أنزل فيديو يعطيكم تنبيه وتحضروا الفيديو. وإذا حبيتوا هاي المعلومات تقدروا تشاركوها مع أصحابكم وأحبابكم، وأنا أكيد بشوفكم بفيديو جديد. باي باي.